أهلاً بالجميع. كل يوم حياتنا مليانة بأجهزة بنوصفها بإنها ذكية، التليفونات، السيارات، حتى الغسالات. طيب عمرنا سألنا نفسنا إيش هو السر اللي بخليها فعلاً ذكية؟ اليوم رح نكشف الستار عن هالمكون السري واللي هو الميكاترونكس. خلونا نفكر فيها لحظة. كيف ممكن لآلة جامدة إنها تحس باللي حوليها وتفكر وبعدين تاخد قرار وتتصرف؟ هذا هو السؤال الجوهري اللي رح نجاوب عليه اليوم. طيب عشان نفهم الموضوع صح، خلينا ناخد مثال كلنا نعرفه، نظام الفرامل المانعة للانغلاق في السيارة اللي هو ال ABS. تخيلوا معي الموقف، شخص ماشي بسرعة وبيضطر يضغط فرامل فجأة. في اللحظة دي النظام بيحس إن العجلات على وشك إنها توقف، وفي أجزاء من الثانية بيقوم بتعديل ضغط الفرامل عشان يمنع الانزلاق. شوفوا العبقرية، هذا المزيج السلس بين الميكانيكا والإلكترونيات والبرمجة، هذا هو بالضبط قلب الميكاترونيك. هذا التناغم العجيب بين الحركة والإلكترونيات له اسم طبعاً، هو مش مجرد تجميع عشوائي لأجزاء، لا، هو تخصص هندسي كامل ومتكامل. طيب خلينا ندخل في العمق شوي. الميكاترونكس ببساطة هو الدمج بين الهندسة الميكانيكية والإلكترونيات وهندسة التحكم والكمبيوتر، بس فيه كلمة مفتاحية هون وهي الدمج التآزري. إيش يعني؟ يعني هذه الأجزاء ما تشتغل كل واحدة لحالها، لا، هي بتتحد مع بعض عشان تخلق نظام متكامل أقوى وأذكى من مجموع أجزائه المنفصلة. الكل أكبر من مجموع الأجزاء زي ما بيقولوا. وهذه الصورة توضح الفكرة بشكل ممتاز. الميكاترونكس موجودة بالضبط في نقطة التقاء هذه المجالات الهندسية الكبيرة، يعني ما عاد في جدران فاصلة بين الميكانيكا والكهرباء والبرمجة، الكل صار يشتغل مع بعض عشان يخلقوا أنظمة، خلونا نقول، أكثر ذكاء وفعالية. طيب، الشيء المثير للاهتمام هون إنه بغض النظر عن مدى تعقيد أي نظام ميكاتروني، سواء كان غسالة أو طيارة حربية، كلها مبنية من نفس المكونات الأساسية. نقدر نشبه أي نظام ميكاتروني بالكائن الحي، في حلقة مستمرة من العمل. أول شيء عندنا المستشعرات أو السنسورز، وهذه هي بمثابة الأعصاب، تجمع معلومات عن البيئة. بعدين هذه المعلومات بتروح لوحدة المعالجة المركزية اللي هي الدماغ، وهناك بيتم اتخاذ القرار. وأخيراً تيجي المشغلات أو الأكتويترز اللي هي العضلات عشان تنفذ القرار، يعني إحساس، تفكير، وبعدين حركة، وهذه الدورة بتتكرر باستمرار. ولو بدنا نفصل أكتر، هذه هي المكونات الأساسية: المستشعرات والمشغلات اللي تكلمنا عنها، الإشارات والأنظمة اللي بتنقل المعلومات، أجهزة الكمبيوتر وأنظمة المنطق اللي بتفكر وتقرر، وأكيد البرنامج أو السوفتوير اللي بيتحكم في كل شيء. كلها مع بعض بتشتغل مثل أوركسترا متناغمة جداً. طيب وين ممكن نشوف هذه الأنظمة؟ الجواب بسيط، حرفياً في كل مكان حولنا. خلونا نأخذ جولة سريعة على بعض الأمثلة. نبدأ بالمصانع، الروبوتات الصناعية، هنا الدقة والتحكم هما أساس كل شيء. هذه الأذرع الآلية اللي بتجمع السيارات أو الأجهزة الإلكترونية هي مثال صارخ على الميكاترونكس، بتقدر تسوي نفس المهمة المعقدة آلاف المرات وبنفس الدقة الخارقة بدون أي كلل أو ملل. ومن المصنع إلى البيت، الغسالة الأوتوماتيكية الحديثة مثال تاني ممتاز، فيها مستشعرات بتحس بوزن الغسيل وبناء عليه بتحدد كمية الماء والصابون اللازمة. يعني هي ما بتمشي على برنامج ثابت وبس، لا، هي بتتأقلم عشان توفر ماء وطاقة. هذا هو الذكاء بعينه. وإذا رحنا لمجال أكثر تعقيداً، الطيران، أنظمة التحكم في الطائرات الحديثة هي قمة الميكاترونكس. هنا الموضوع حياة أو موت، ما في أي مجال للخطأ. هذه الأنظمة هي اللي بتحافظ على استقرار الطيارة وأمانها في أصعب الظروف الجوية. وحتى في المكتب، الطابعات وآلات التصوير، كل حركة ميكانيكية دقيقة فيها، من سحب الورقة لرش الحبر، بيتم التحكم فيها بإلكترونيات معقدة جداً عشان تنجز المهمة بسرعة وكفاءة. شيء بنعتبره عادي اليوم، لكن وراه علم كبير. الخلاصة واضحة، من بيوتنا ومكاتبنا لمصانعنا ومحلاتنا، الأنظمة الميكاترونية صارت في كل مكان، هي فعلاً جزء لا يتجزأ من عالمنا الحديث. تمام، الآن ممكن يجي سؤال مهم، ليش كل هذا التعقيد؟ ليش ندمج كل هالتخصصات مع بعض؟ يعني إيش الفايدة من هيدي الطريقة في التصميم؟
هذا الاقتباس بيشرح الفكرة كلها بشكل مثالي. الهدف مش بس إن ندمج تقنيات مختلفة مع بعض والسلام، الهدف هو إنه نلاقي أفضل حل ممكن لمشكلة معينة. الموضوع كله يتمحور حول الكفاءة والأداء الأمثل. وهون بتظهر واحدة من أكبر المزايا. زمان المهندسين كانوا مضطرين يبنوا نماذج أولية حقيقية ومادية لكل شيء، وهذا كان مكلف جداً وبياخد وقت طويل وأحياناً كان خطير. لكن اليوم الوضع اختلف تماماً. بفضل المحاكاة الافتراضية صار ممكن بناء واختبار النظام بالكامل على الكمبيوتر، وهذا طبعاً بيوفر فلوس ووقت وبيخلي العملية كلها آمنة وشاملة أكثر بكتير. يعني تخيلوا القوة اللي صارت بإيد المصممين. صار بالإمكان نتنبأ بسلوك النظام قبل ما نصنع منه أي قطعة. نقدر نحسن التصميم عشان نوصل لأفضل أداء ممكن، نختبر خوارزميات التحكم في بيئة آمنة تماماً، ونكتشف أي مشاكل تكامل في مرحلة مبكرة جداً. كل هذا بيوصلنا لنتيجة واحدة: منتجات أفضل توصل للسوق بوقت أسرع. في النهاية، الرسالة الأساسية اللي لازم توصلنا هي إنه الميكاترونكس مش مجرد عملية تجميع أجزاء ميكانيكية وإلكترونية مع بعض. لا، هي أعمق من كده. هي فلسفة تصميم متكاملة. الهدف منها هو خلق منتجات أذكى وأكثر كفاءة وموثوقيتها أعلى. لهذا السبب في المرة الجاية اللي نستخدم فيها أي جهاز ذكي، خلينا ما نشوفه كقطعة بلاستيك أو معدن وبس. خلينا نحاول نتخيل الأوركسترا الخفية اللي شغالة جواته، المستشعرات، المعالجات والمحركات، وكلها بتعزف مع بعض بتناغم مذهل. هذا هو عالم الميكاترونكس، عالم بصير أذكى وأكثر تأثيراً في حياتنا كل يوم.